بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم فيديو سريع جدا عن طريقه عمل الجمبري، وهوريكم الخلطه الرهيبه اللي تحتفظوا بيها لكل انواع الاسماك. انا بجيب الجمبري بتاعي، انا بحب اقصقص اللي هي الشوارب دي لان بصراحه بيبقى شكلها مش حلو، وكمان ممكن تقع في الصوص بتاعه، والصوص بتاع الجمبري زي ما انتم عارفين بيبقى حلو يعني، فلما بنحب نشربه او كده ما يبقاش فيه الحاجات دي، ما تقعش فيه. فبشيل الشوارب دي وبفتح من الظهر علشان خاطر اشيل الكيس الرملي اللي هو اللي في الظهر بتاعه. بشيله بالراحه كده. هو ده كده الجمبريه ما كانتش واكله قوي، فعشان كده الكيس ما كانش كبير، لكن في اكياس بتبقى مليانه رمل. بفتح بقى الجمبريه كده للاخر، زي ما بعمل البتر فلاي كده. وده عشان خاطر التتبيله تدخل جوه لحمه الجمبري ويبقى طعمها حلو. هاجي بقى هغسل الجمبري بتاعي. انا ما بحبش احط له خل، انا بحط له عصرة ليمون كده عشان الزفاره اللي فيه، وبحط عليه ميه واسيبه حوالي 10 دقايق او ربع ساعه على حسب يعني. بس بسيبه بقى في الميه والليمون كده ربع ساعه، وبعد كده باخده اشطفه واصفيه واركنه بقى على جنب لغايه ما اعمل الخلطه اللي هي بتاعتنا. طيب الخلطة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن كرفس، والكرفس من الحاجات الحلوة قوي للأسماك، وبصل وفلفل وتوم، ودي كزبرة خضرة مش بقدونس، والكزبرة برضو حلوة قوي للسمك، وطماطم. هناخد بقى كل الحاجات دي كده مع بعض ونحطها في شفشق الخلاط او في الكبة زي ما الموجود عندك، وبعد كده نطحنهم مع بعض. الكزبرة ممكن كمان لو انتوا بتقلوا سمك وقطعتوا عيدين كده مع التوم، دقتوهم مع التوم بتاع تتبيلة السمك، برضو بتديله طعم حلو قوي. هنحط حوالي معلقة ليمون كبيرة، وبهارات سمك دي اللي بنجيبها من عند العطار، وبحط كمان كزبرة جافة، وطبعا كمون ده اهم حاجة للسمك، وبظبط بقى الملح بتاعي. دي كده الخلطة بتاعتنا، هنضربها في الخلاط بس ما نحطش عليه مية خالص. نفضل بقى نقلب فيه شمال يمين لغاية ما يتفرموا من غير ما نحط عليهم مية. باجي بقى باخد الخلطة دي بحطها في علبة وبحتفظ بيها في الفريزر. الخلطة دي حلوة قوي لو انت كمان بتعملي سمك سنجاري او سمك مشوي او كده، ممكن تستعمليها مع السمك، بتديكي نتيجة حلوة قوي يعني. احتفظي بيها في الفريزر ووقت ما تعملي سمك طلعيها واستعمليها. انا بحب احط مع الجمبري زبدة من الزيت، بتديله طعم حلو. فحطيت بقى معلقة زبدة كبيرة كده وسبتها لما تسيح، وبعد كده اهم حاجة ان الطاسة طبعا تكون سخنة عشان الجمبري ما ينزلش مية كتير. اول بقى ما الطاسه سخنت قوي رحت حطيت الجمبري بتاعي، وبفضل بقى اقلب فيه كده مش فتره طويله يعني، الجمبري ما بيقعدش كتير على النار. بحط بقى معلقه من التتبيله اللي احنا عملناها دي، وبسيبه حوالي 10 دقايق كده يشرب من التتبيله ويشرب الزبده وايه، ولغايه ما يستوي. بنعرف ازاي ان الجمبري استوى لما بنلاقي لونه اتغير بقى، لونه محمر كده. طبعا بظبط بقى الملح وبحط له فلفل اسود بس مش اكتر، لان الخلطه بتاعتنا فيها توابل كتير، وبقلبه كده لغايه ما بيستوي معايا. وبعد كده بحط رشه صغيره من البابريكا، ممكن تستغني عنها بس البابريكا بتديله لون حلو وبرده بتديله طعم حلو. بصوا عشان الطاسه كانت سخنه ما نزلش ميه كتير، عشان كده بقول لكم مهم جدا ان انتوا الطاسه بتاعتكم تكون سخنه. ده كده بصوا بقى وصفه الجمبري سريعه ازاي، ما خدتش مننا اي وقت. بنرش عليها بقى شويه كزبره وناكلها مع رز ابيض او رز سمك، وبألف هنا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.